يعني ايه بقى ذرة مستقرة؟ الذرة المستقرة هي الذرة اللي مش بتتغير أو تتحلل أو تتفاعل بسهولة، مقاومة جدا للتأثير الكهربي الخارجي. الذرة المستقرة ذرة غير نشطة. العناصر اللي ذرتها في حالة استقرار تام بنسميها عناصر خاملة، والعناصر دي في حالتها الطبيعية لا تشارك في الكهرباء، لا توصل تيار ولا تتآين ولا تتفاعل. تأثيرها الكهربي المباشر ضعيف جدا أو يكاد يكون معدوم، لكن ده مش معناه إنها ما فيهاش كهرباء، لأ، الشحنات موجودة جواها فعلا بس ما بتتفاعلش. من الآخر العناصر الخاملة ملهاش مكان معانا في حوار الكهرباء، رغم إن بداخلها شحنات كهربائية، ولكن تأثرها أو تأثيرها بالنسبة للكهرباء يكاد يكون منعدم إلا إذا عرضتها لظروف قهرية. طب ليه ما بتتأثرش أو تؤثر كهربيا رغم احتوائها على شحنات كهربية؟ لأن شحنات